نفسي في موبايل في رينج 18 19000 جنيه، واهم حاجه فيه يكون بيدعم الشريحه الالكترونيه اي سيم. هو ليه تشتري موبايل غالي لما الاي 36 فيه كل المميزات دي؟ معالج جبار في الفئه المتوسطه سناب دراجون 6 جين 3، الدعم لخدمات ال 5 جي، والموبايل كمان بيدعم الاي سيم. تصميم الظهر من الازاز وفي منتهى الشياكه، وعليه طبقه حمايه جوريلا فيكتوس بلس، وانت بتلعب مش هتحس بسخونه الموبايل عشان سامسونج زودت غرفه التبريد عشان الظهر الازاز. وجايب معيار مقاومه للماء والغبار اي بي 67. شاشه سوبر اموليد ولا اروع، 120 هرتز معدل تحديث مع بصمه في الشاشه صاروخيه، وبتيجي بدقه فول اتش دي بلس مع سطوع فعلي تحت اشعه الشمس بيوصل ل 1900 نتس، واحلى تجربه مشاهده بتكمل مع سماعات ستيريو مدعومه من دولبي اتموس. كاميرات عداله بتصور فيديو بالكاميرا الاماميه والخلفيه بكواليتي 4K مع دعمها ال HDR فيديو، وكمان بتدعم المثبت البصري الحقيقي ال OIS. احدث واجهه من سامسونج الوان يو اي 7، وهتاخد كمان تحديثات نظام ل6 سنين قدام. الواجهه دي بتدعم معظم مميزات الذكاء الاصطناعي اللي موجوده في الالترا، زي السيركل تو سيرش والريموف اوبجكت والاي اي ريماستر. واي صوره تعجبك كمان تقدر تسرق اللوك بتاعها والفلتر بتاعها عن طريق خاصيه الاي اي فلتر. بطاريه الاي 36 بتيجي 5000 ملي امبير، وسامسونج فاجئتنا بصراحه بسرعه الشحن 45 واط. الموبايل فيه منه نسختين، 8 128 او 8 256. بعد الفولو الجميل واللايك المتين سيب لي كومنت وهبعت لك رساله فيها التفاصيل والسعر.